الأسهم اللي بتوزع أرباح من الأسهم المفضلة لمعظم المستثمرين. فاحنا النهاردة هنتكلم عن أشكال توزيع الأرباح، أو بمعنى آخر الكوبونات اللي بيتم توزيعها على الأسهم. تمام؟ أنا مهندس أحمد، وكل المطلوب منك تصلي على النبي وكمل معايا الفيديو للنهاية. لما بتكون تمتلك سهم، السهم ده هيتم توزيع عليه أرباح. تمام؟ بيجيلك إشعار من صندوق بالشكل ده بيقولك إن أنت مؤهل للحصول على أرباح. تمام؟ وتحقق من بريدك الإلكتروني. فاحنا هنروح البريد الإلكتروني عشان نشوف أشكال توزيع الأرباح. أول شكل معانا من أشكال توزيع الأرباح هو الأسهم المجانية. يعني لو جينا مثلا ناخد ده كمثال، هو هنا السهم ده هيوزع 2/10 سهم لكل سهم. يعني إيه؟ يعني كل 10 أسهم أنت بتاخد عليهم سهمين، بس أنت متوجعش دماغك بالحسبة دي. هو كده كده بيقولك أنا ضفتلك كام سهم في محفظتك على أساس الأسهم اللي أنت ليك الحق فيها تاخد عليها أرباح. تمام؟ يبقى أنت مش محتاج توجع دماغك أو تحسب أي حاجة، كده كده كل حاجة بتيجي محسوبة جاهزة في البريد الإلكتروني اللي بيجيلك. تمام كده؟ تاني شكل بقى معانا من أشكال توزيع الأرباح وهو الفلوس اللي بتاخدها كاش. تمام؟ يعني لو جينا ناخد السهم ده كمثال، هتبص هتلاقيه بيقولك بيوزع 5 قروش لكل سهم، وأنت أصلا معاك كام سهم ليهم الحق إن هو تاخد عليهم أرباح، اللي هو أنا مش هخبط عليهم دول، ده عدد الأسهم اللي أنا ليا الحق إن أنا آخد فيهم الأرباح 5 قرش لكل سهم. والأرباح النقدية دي بتدخل محفظتك على طول. الأول كتصندر بتاخد رسوم، وأنت لازم تقدم طلب علشان تاخد أنت الفلوس دي في محفظتك. تمام؟ تخشلك في محفظتك تقدر تسحبها على فودافون كاش عادي. بس حاليا صندر أضافت الميزة دي، بقت ميزة مجانية. أي حد بيشتري أسهم على صندر ويتم توزيع كوبونات عليها أو الفلوس تلقائيا هتخش على طول المحفظة بتاعتك. يبقى كده ده تاني شكل معانا من أشكال توزيع الأرباح. في بقى مثلا لو أنت اشتريت سهم ب10 جنيه وبعته ب20 جنيه، دي فلوس تلقائيا بتخش محفظتك عادي. تمام؟ مفيش أي مشاكل فيها. هيجي حد يقول لي يا باشمهندس أحمد، طب أنا إزاي أعرف الأسهم اللي هتوزع أرباح من قبلها؟ أقول لك أنا عامل فيديو بيتكلم فيه عن الموضوع ده، هسيب لك لينك الفيديو ده في وصف الفيديو اللي بتتفرج عليه، وهيظهر معاك على الشاشة بعد نهاية الفيديو. تمام؟ وهيجي حد تاني يقول لي يا باشمهندس أحمد إزاي أقدر أستفاد من توزيع الأرباح ده؟ أقول لك برضه أنا شرحتها في فيديو قبل كده، هسيب لك لينك الفيديو برضه في وصف الفيديو بتتفرج عليه، وكمان برضه هيظهر معاك على الشاشة في نهاية الفيديو ده. تمام؟ ما تنساش بقى تصلي على النبي قبل ما تقفل الفيديو، وتدعي لي دعوة حلوة. سلام.